السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعه فيلم ذا بيل بلو اي. دعمكم مهم جدا بالنسبه لي، فما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا. يكلف المحقق الشهير أوغسطس لاندور بالتحقيق في جريمة قتل طالب في ويست بوينت، ويلجأ لتجنيد أحد الطلاب لمساعدته في حل لغز القضية. نروح لجزئية القصة والسيناريو. لو على جزئية القصة بس فهي كانت حلوة. بعد ما تخلص الفيلم او تفهم الموضوع والاحداث وكل حاجه كانت بتحصل، هتلاقي نفسك ان انت استمتعت بالقصه والقصه كانت حلوه. لكن المشكله مش في القصه، المشكله في سرد القصه. ممكن تكون القصه حلوه ولكن في مشاكل في السرد بتاعها، وده طبعا بيأثر على سير احداث الفيلم ومدى استمتاعك انت بالاحداث. اكبر مشكله واجهتني في الفيلم وهي بطء الريتم. الفيلم رتمه بطيء جدا خصوصا في البدايه، مع كمان الافراط في استخدام عامل الغموض مع الريتم البطيء. الاتنين دول عملوا مشاكل. احنا عندنا طبعا الفيلم بيتكلم فيه جانب غموض، ولكن الغموض ده تم الافراط في استخدامه. يعني مش كل الحاجات اللي احنا شفناها في الغموض ملائمة للقصة، كان في حاجات ممكن تتشال مش هتأثر عادي. فالفيلم عمل افراط في استخدام الغموض مع هو اساسا رتم بطيء. الاتنين دول مع بعض يعني بوظوا الدنيا، خصوصا ان الكلام ده كان في بداية الفيلم. في ناس كتيرة جدا هتواجه ملل في بداية الفيلم وممكن اصلا ما تكملوش. لكن لما بنوصل لحوالي الدقيقة 40 تقريبا بيبتدي يعني اللغز يتحل شوية، بتبتدي الريتم يبقى سريع، يبتدي الفيلم ان هو يجيب احداثه ورا بعضيها اكتر بصورة اسرع من اللي كانت بتحصل قبل كده، فبتبتدي تجربة المشاهدة تتحسن شوية من حيث الريتم. مرورا بقى بالاحداث واللي بيحصل فيها تويست قوي جدا وغير متوقع على الاطلاق. انا كنت متوقع ان في تويست، ده بسبب ان القصة بتاعتنا اتحلت وفاضل نص ساعة من وقت الفيلم، فبالتالي اكيد النص ساعة دولت مش هنقعد ما نعملش فيهم حاجة، لا اكيد في تويست وفي لسه حاجة وفي بقية للقصة. ولكن انا ما كنتش متوقع اطلاقا الاحداث اللي هتحصل، فالتويست فاجئني جدا، واعتقد ان يعني مفيش اي حد التويست ده هيجي في باله. اما عن الجانب الحواري في الفيلم فالحوارات مقسومة نص نص. يعني في مشاهد حوارية كانت جميلة وكانت مكتوبة بشكل حلو، وفي مشاهد حوارية كانت مكتوبة يعني اللي هو بشكل عادي ما فيهاش اي ابداع من حيث الكتابة. ونروح للاداء التمثيلي. كريستيان بيل يا جماعة الذهب لا يصدأ. الراجل ده انا بستمتع بأدائه التمثيلي في اي عمل، حتى لو بيمثل في اوحش فيلم في العالم، ويعني شايفينه من قريب بيمثل في فيلم وحش، ولكن اداؤه التمثيلي رهيب. ايا كان بقى العمل اللي بيمثل فيه الاداء التمثيلي بتاعه حلو، ايا كان سنه، ايا كان المعطيات اللي موجودة معاه، بيقدر دايما يبهرنا بالاداء التمثيلي الرائع بتاعه. ويمكن حتى ان هو في الفيلم هنا مش بيعمل اقوى اداء تمثيلي ليه، ولكن برضه يظل ان انت بتستمتع بالاداء التمثيلي بتاعه. ومش بس كريستيان بيل، لا، في كمان هاري ميلينج اللي بيقدم اداء تمثيلي برضه رائع، خصوصا في النهاية لما بياخد المساحة الكافية بتاعته بيبتدي يتكلم، بيعمل برضه اداء تمثيلي رهيب. حرفيا الاداء التمثيلي هنا، ودي حاجه معروفه اصلا من قبل ما اشوف الفيلم، ان انا هستمتع طالما في كريستيان بيل، فانا عارف ان انا من حيث الاداء التمثيلي هبقى مستمتع ومنبهر ومش هواجه اي مشاكل. نروح للاخراج بقى اللي مقدم لينا من سكوت كوبر، هو المخرج والكاتب بتاع الفيلم. من حيث الكتابه فيمكن كان عندي بعض المشاكل معه اللي اتكلمت فيها، ولكن من حيث الاخراج فهو ادانا صوره بصريه رائعه جدا، والوان بقى والدنيا الظلاميه والاجواء، واصلا الفتره الزمنيه اللي موجود فيها الفيلم، كل الحاجات دي قدر يعيشنا فيها بشكل حلو جدا. والازياء والمكياج بتاعهم كل حاجه هم بيستخدموها، الحقيقه التجربه البصريه في الفيلم كانت رهيبه. هو من حيث الاخراج ابدع، ولكن من حيث الكتابه يعني اتكلمت عنها طبعا وعن المشاكل اللي كانت موجوده فيها. تقييم الفيلم ذا بيل بلو اي هو 7/10. تجربة حلوة تستحق المشاهدة. يمكن على مستوى الكتابة مش أقوى حاجة وفي رتم بطيء شوية، ولكن لو قدرت تتغلب على الرتم البطيء أو أنت بالك طويل شوية فهتستمتع بتويست قوي جدا في الآخر. طبعا هتستمتع بأداء تمثيلي رهيب. وبس كده اعزائي المشاهدين، يكون خلص فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية يتأكد ان هو مشترك في القناة ومفعل الجرس عشان كل جديد يوصله. واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.